السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ فاكرين من شهر ونص شهرين كده كنت نزلت فيديو للسكوتر الهوجن الان ماكس 200. قلت لكم اقوى سكوتر في مصر. دلوقتي بعد شهرين بقى من التجربه عايز اقول لكم هو اقوى سكوتر فعلا ولا لا. طبعا الفيديو ده معلش اتاخر، المفروض كنت انزله من فتره، بس كنت بحاول ان انا اكون ملم بالمعلومات عنه يعني، وان انا اجربه كويس جدا عشان انقل لكم التجربه، بحيث ان لو حد عايز يشتريه شغله او مشاوير صغيره او مشاوير كبيره. في ناس سالتني ينفع للسفر، ينفع لجوه البلد، الحاجات دي كلها هنتكلم عنها ان شاء الله، وهنتكلم عن عيوبه طبعا ومميزاته، هنتكلم عن توفر قطع الغيار، وهقول لكم برضو لو حد معاه ايربودز ولا حاجه، لان كان في حد سالني السؤال دوت، عايز يوصل الايربودز بالشاشه مباشر، بحيث ان هو يعني الشاشه ما فيهاش سماعات، فالموبايل اول لما يوصل بالشاشه بيتكتب خالص. طيب يا شباب، تعالوا كده نبدأ بالتصميم. طبعا السكوتر من السكوترات اللي شكلها جميل جدا في السوق، من احسن السكوترات اللي ممكن تشوفها وهي ماشية وشكله ملفت. الكشافات الليد والاشارات اللي هي في الجنب من تحت ديت ليد برضو، شكلها جميل جدا وهي شغالة. زائد الشلتة بتاعته فيها جزء كده مشمع، والجزء اللي فوق الكنترة. طبعا يعني انا بالنسبه لي ده ميزه وده عيب يعني. هو ميزه، هو شكله جميل وكل حاجه، بس الكنترة اللي فوق ديت عايز اقول لك ان هي بتتبهدل من اقل حاجه. تقريبا انا بركنه في الجراج، في قطط بتخش تطلع على السكوتر حتى لو مغطيه، يعني بتشيل الغطا وتطلع فوق السكوتر. طبعا من اقل خربشه من الضوافر بيتبهدل، من اقل تراب بيتبهدل وصعب ان هو يتمسح. هو شكله جميل، بس هو يعني عايز يبقى في فرش عربيه مثلا، تبقى مقفول عليها مفيش حد بيخشها، يعني يتحافظ عليه. لكن هو في المجمل شكله جميل جدا. من ورا برضو القصه بتاعت الاشارات مدمجه في الفانوس نفسه اللي ورا الستوب، ده حاجه جميله. يعني في سكوترات تانية بتبقى الاشاره بارزه كده من الجنب، بيبقى شكلها مش لطيف، مش عارف، مش بحبها. في ناس ممكن تانية تحبها وكده. بصوا يا شباب، تعالوا نخش في الحاجة التانية على طول. الموتور وأدائه واستهلاكه للبنزين. الموتور المفروض ان هو 14 هورس باور، ومش عارف بيخرج كم نيوتن متر، بس اعتقد ان النيوتن متر بتاعه كويس جدا. بس الهورس باور مش عارف، اعتقد ان هو مش 14، اعتقد ان هو اقل من كده، لان انا لما حاولت اجيب بيه سرعه عاليه جاب تقريبا اخره 106. ممكن يبقى كان في هوا في اليوم ده، مش عارف بقى. لو حد جاب بيه سرعه اكبر من كده ممكن يكتب لي في التعليقات. بس هو جاب معايا 106. زائد على فكره ان انا لسه في فتره التليين، ما حاولتش اقرش عليه جامد قوي. لكن بقى بالنسبه للعزم بتاع الدوران بتاع الموتور، انا شايف ان هو ممتاز. السكوتر تقريبا بيجمع، يعني بتكون ماشي 20 60 وتيجي تدوس بنزين باستجابته سريعه جدا معاك. وزائد ان هو قوي، بتحس بالسحبه بتاعته. الكلام ده كله لحد مثلا سرعه 90 ولا حاجه. بعد كده طبعا اي سكوتر في الفئات ديت بيجمع بطيء يعني، بس ده طبيعي يعني، في حتى في العربيات كده
بتيجي على السرعات العاليه بتجمع بطيء. النقطه الثانيه بتاعه الصوت اللي الرجاله عامله عليها قلق وبتتكلم عليها كتير، الصوت بتاعه يعني خشن شويه وعالي الى حد ما. انا مش عارف هو من ايه الصراحه، حاولت ان انا ادور على سبب معين بس مش لاقي. في ناس بتقول ان هي بتغير الكلاتش وبتعدل عليه والصوت بتاعه بينعم وحتى اداؤه بيهدى وبتاع، بس انا طبعا ما جربتش ولا هجرب الا لما يعني ايه ممكن فيما بعد قدام، يعني لو انا صينت فيه حاجه او كده. لكن ده مش مؤثر على اداؤه خالص، اداؤه بالعكس جميل جدا، بيستجيب بسرعه، مش بتحس بضعف في اي وقت في الموتور. طيب بالنسبه بقى لاستهلاك البنزين، السكوتر دوت توب في استهلاك البنزين. طبعا السكوتر ده انتوا عارفين ان هو انجكشن، فهو موفر طبعا في البنزين. في فتره التليين ديت المفروض ان البنزين ما بيتاخدش بمقياس دقيق يعني قوي، الا بعد ما تعدي فتره التليين. مثلا عايز اقول لكم ان فتره التليين ديت كان بيستهلك معايا اللتر 35 كيلو، فده انا مكتفي قوي بالموضوع ده، انا متكيف كده يعني. خلوا بالكم ان السكوتر وزنه مش تقيل ووزنه مش خفيف، هو تقريبا متوسط، تقريبا وزنه 140 كيلو حاجه كده، فديت نقطه حلوه تتحسب له قوي لانه ثابت جدا على الطريق. في نقطه كمان عايز اتكلم فيها، حته زيت الموتور. زيت الموتور يا جماعه، الموتور بياخد 800 لتر، ما ينفعش ان انت تحط اقل وما ينفعش ان انت تحط زياده. يعني جايب لكم معايا الزيوت بتاعته. الزيت دوت مواصفته API، مش عارف شايفين كده، API SL JASO MA او MA2. بص كده على الكلمه دي MA او MA2، دي المواصفه بتاعته. تمام. الزيت دوت للموتوسيكلات ماشي، مش للسكوتر. الزيت دوت مخصص للموتوسيكلات اللي هي فيها دبرياج، اللي هي مش فتيس اوتوماتيك او CVT. تمام. فدوت اللي انا حطيته في الاول غلط. طيب ايه الصح بقى؟ انا عشان ما اطولش عليكم بس على طول النقطه ديت، بصوا كده، ده زيت موتل 10W40 برضو. بص بقى في ديت في الموتل المواصفه بتاعته ايه؟ API SB دي اعلى من SL مبدئيا. انا هعمل لكم حلقه منفصله كده عن الزيوت او ريل صغير كده. والام بي ديت اللي هي مخصصه للزيوت او المخصصه قصدي للفتايس CVT. بس يا شباب فانتوا عرفتوا دلوقتي الفرق ما بين الزيوت وبعضها. فاللي بيسال عن الزيوت يجيب زيت ايه معين، الزيت اللي هو JASO ديت المنظمه، JASO ديت اللي هي بتاعت الموتوسيكلات، مخصص للموتوسيكلات. وبعدها ام بي ديت اللي هي مخصصه للفتايس CVT اللي هي بتاعت الاسكوترات. تمام. لو MA او MA2 ديت مخصصه للموتوسيكلات العاديه اللي فيها دبرياج ونقلات والكلام ده كله. طيب بالنسبه يا شباب لحجم الكاوتش، حجم الكاوتش اللي كان بيسال عليه، الخلفي 13 120 على 70 والامامي 13 برضو بس 110 على 70. تمام. ده بالنسبه للسكوتر. طبعا هو العرض بتاع الكاوتش يعني مش عريض قوي ولا قليل قوي، في سكوترات تانية بيبقى عرض الخلفي 140. بصوا بقى يا شباب، اجمد حاجه في السكوتر دوت الفرامل بتاعته جباره الصراحه. طبعا هي ما فيهاش ABS بس هو بنظام CBC. اول لما تيجي تضرب فرامل خلفي بتجمع معاك قدام كمان. عارف انت لو سالت الشباب الخبره بتوع الموتوسيكلات الريس والموتوسيكلات الكبيره واللي بتجري وبتاع، بيقولوا لك ان هم ما بيعتمدوش على الفرامل الخلفي دي خالص. دوت بيعمل لك كل حاجه اوتوماتيك، انت بس يا دوب تضرب الفرامل الخلفي هو بيجمع معاك، بيديك 30% من الفرامل الامامي كمان معاك، فبتسند. يعني الموضوع دوت فارق جدا وملاحظه جدا، يعني ان هو بيفرق جامد في الفرمله، بالذات ان هو لو انت ماشي بسرعه بتجمع معاك الفرامل بسرعه قوي. تعالوا بقى نتكلم على القعده بتاعته من قدام مريحه مفيش خلاف عليها. بس انا بالنسبه لي بقى اللي ورا هوريكم برضو القعده بتاعته عامله ازاي، يعني محتاجه مدرب باليه. السكوتر ما شاء الله من عرضه كبير، بالذات الكنبه الخلفيه، فانت محتاج ان انت تطلع ترفع رجلك رفعه كده زي بتوع الناس بتوع الباليه، وتبقى فاتح رجلك كده. فالوضع بالنسبه للناس اللي في سني صعب قوي. فمحتاج
واحد عنده لياقه حلوه. انا بالنسبه لي هو قعدته مريحه وكل حاجه فاهمني، بس هو مش يعني لو حد كبير شويه او حد مليان شويه بالذات مش هيعرف ان هو يركب وراك، وده الافضل يعني. بصوا يا شباب، بالنسبه لقطع غيار اللي سال، عايز اقول لكم معلومه بس او حاجه كده ممكن تكون تايه عن بالك. اي سكوتر او اي منتج عموما بيبقى نازل جديد السوق ما بيبقاش ليه قطع غيار عند كل التجار، او ما بيبقاش منتشر قوي. لان هو انت مثلا حط نفسك مكان التاجر يقول لك انا عايز اجيب بضاعه تتباع عشان اشتغل، مش هيجيب بضاعه تركن عنده. فهو انت كم واحد معاه السكوتر دوت او جاب السكوتر دوت؟ الا الفتره الاخيره طبعا هو انتشار او مبيعاته بقت كتيره يعني. اعتقد ان هو الفتره اللي قدام ديت هتنتشر قطع غياره، لكن التوكيل بتاعه موجود فيه كل قطع غياره، توكيله في اليوب. ممكن اي حد يتواصل معاهم يبعتوا له اي حاجه شحن عادي بتوصل في خلال يوم او يومين. ده اللي محتاج حاجه يعني. زائد ان انت في الفتره ديت مش هتحتاج قطع غيار، هو مديك بوكس هدايا معاه زي سير زي بوجيهات زي تيل فرامل. الحاجات ديت هتقضيك لحد 10000 كيلو تقريبا. الناس اللي كانت بتسال على التليين ازاي؟ السكوتر بيجي بزيت تليين او بيبقى زيت اسمه زيت تخزين كده. السكوتر ده اول لما تجيبه هو زيرو، هو ما مشيش، المفروض تفك الطبه تنزل الزيت كله وتحط زيت جديد اللي هو بنفس المواصفات اللي انا قلتها لك في الفيديو قبل كده. تمام؟ هتحط الزيت دوت هتمشي عليه 300 كيلو، وبعد كده زي الباشا تنزله. طبعا مع تغيير الزيت وهو لسه جديد وهو لسه زيرو هتغير زيت الفتيس كمان. تمام؟ بس زيت الفتيس هتنساه لحد 2500 او 3000 كيلو. لكن زيت الموتور لازم يتغير في فتره التليين اللي هي ال 1000 كيلو ديت على الاقل 3 مرات. فاحنا هنغيره مره على 300 كيلو، ومره على 600 كيلو، والمره الثالثه على 1000 كيلو. وبعد ال 1000 كيلو يتغيروا بقى 800 يا 1000 كيلو، انت ديت براحتك يعني على حسب. في ناس بتقول انا هغيره كل 800 كيلو واحافظ على السكوتر اكتر ومفيش مشكله في الكلام ده. طب يا شباب، بعد ال 1000 كيلو بقى هتعمل ايه؟ ال 1000 كيلو طبعا احنا اتفقنا ان كل 800 او 1000 كيلو هتغير زيت الموتور، ده خلاص مفيش نقاش عليه. طيب عند ال 3000 كيلو هتغير زيت فتيس، زائد ان انت هتشيك على فلتر الهواء، زائد ان انت هتشيك على السير. كل ده تشيك بس مش اكتر. لو في حاجه ممكن تشيك على البوجيهات كمان. عند ال 5000 كيلو هتغير البوجيهات، هتغير فلتر الهواء، ممكن فلتر الهواء على 6000 كيلو كمان ما فيش مشكله. لو مش محتاج يتغير هتغيره، بس هو هيبقى غالبا محتاج يتغير. عند ال 10000 كيلو هتغير سير السحب اللي هو بيبقى برده جاي معاه، وطبعا هتغير البوجيهات برده تاني كل 5000 كيلو. بالنسبه لمساحات التخزين اللي فيه، مساحات التخزين حلوه قوي. عندك الدرجين اللي قدام، الدرج اللي هو فيه شاحن، والدرج التاني اللي هو الفاضي ده ممكن تحط فيه محفظه مفاتيحك، الموبايل مثلا لو هو بيشحن بتاع. ده ممتاز جدا وفايدني الصراحه. يعني بدل ما اقعد بقى افتح الشلته او معايا حاجه برمي على طول في الدرج اللي قدامي ده لحد ما انزل من السكوتر. زائد البوكس اللي معاه الخلفي، في ناس شايفاه ان هو شكله مش كويس قوي، بس انا عايز اقول لك ان انا مستخدمه هلكو في الاستخدام، مفيد جدا بالنسبه لي الصراحه. ومساحته حلوه جدا. احط الشنطه بتاعتي الظهر شغال، لو عايز تحط فيها خوذه شغال برضو هتكفي بزياده. عايز تحط فيها اي حاجه، رايح السوق تجيب شويه طلبات للبيت معلش يعني هتحطها فيه. تحفه يعني. هو بيشيل لحد 5 كيلو، فانت ما تروحش تجيب مثلا 10 كيلو بطاطس وتحط فيها عشان ما يتكسرش. تحت الكرسي في مساحه تخزين تانية. مساحه التخزين ديت ولا كبيره ولا صغيره، هي حلوه يعني هي مش عميقه قوي بس هي كبيره، ممكن تحط فيها شويه حاجات، ممكن تحط فيها الورق الفوطه بتاعت اللي انت بتمسح بيها الحاجه يعني، هتفيدك. مساحته التخزينيه حلوه جدا. في شاحن يو اس بي، شاحن اليو اس بي حلو قوي وممتاز لو انت في طوارئ يعني عايز تشحن الموبايل ولا حاجه، او انت شغال على ابلكيشن على الموبايل، بتحط الموبايل على الدرج او بتحط الموبايل جوه الدرج وفي الشاحن وعيش حياتك في الشغل مش هيفصل منك. فهو ممتاز طبعا، ما بيشحنش بسريع يعني، مش فاست تشارج، لكن هو بيأدي الغرض. تعال بقى اقول لك على مميزاته وعيوبه عشان ما نطولش في الفيديو. اكتر مميزات في السكوتر طبعا ان هو شكله حلو وملفت. حتى لو حد شافك بالسكوتر بعينه كده هو ما يعرفش الماركه او ما يعرفش سعره، هو هتيجي عينه عليه هيقول السكوتر ده غالي، لان السكوتر خاماته كمان كويسه جدا ومش شكلها يعني مش باين ان في حاجه رخيصه خالص الصراحه. تاني حاجه استهلاكه للبنزين ممتاز.
يعني عايز اقول لك ان هو موافق. انا تقريبا ما مونتوش في خلال ال 850 800 ماشي 840 كيلو بالظبط 3 مرات مونته، يعني دي المره الثالثه ولسه مليان. فانا مش عايزك تقول لي ازاي، يعني هو سبحان الله. تالت حاجه الفرامل بتاعته ممتازه. رابع حاجه قعدته مريحه وكبير، لو حد قاعد وراك مش هيتضايق ولا انت هتتضايق. خامس حاجه المساحات التخزينيه بتاعته. سادس حاجه الاوبشن اللي فيه زي الابل كار بلاي اللي في الشاشه، الاندرويد اوتو، الحاجات دي كلها ممتازه. وهقول لكم بالمناسبه ازاي تربط السماعه كمان شويه بالشاشه. النقطه اللي بعد كده في المميزات، برضو من ضمن المميزات الفوانيس الليد اللي فيه. اضاءتها مش قويه قوي بس حلوه، يعني انت لما تنور النور بالليل موضحه لك الرؤيه، زائد ان النور كله متساوي فممتاز الصراحه. لو انت بقى عدلت وجبت لمبات ليد ليه اقوى هيبقى الصراحه ممتاز. طيب تعالوا اقول لكم بقى سريعا عن العيوب. اكتر عيب انا شايفه فيه هو في نفس الوقت الميزه الشاشه بتاعته. للاسف ان انت لما تيجي تغسل السكوتر هتعوز توصي عليه قوي ان الميه ما تجيش عليه عشان ما تبص. لو وقع عليه طبعا ميه او حاجات خفيفه دي ما فيهاش مشكله، زي مثلا لقيت مثلا مطر بتاع، يعني على ما توصل او تركن في جنب دي ما فيهاش مشكله خالص ونشفها بسرعه وكله تمام. انما ما تروحش تغرق الشاشه في ميه وتقول ان هي باظت. فانا شايف ان ديت زي ما هي ميزه فهي عيب. يعني تاني عيب فيه انتشار قطع الغيار بالنسبه للمحلات اللي هي ريتيل او المحلات اللي موجوده في المدن، هتلاقيها قليله شويه، مش هتلاقيها متوفره عند ناس كتيره. فانا انصحك لما تشتري السكوتر تشتريه من معرض بيتعامل في قطع غيار السكوتر، فعشان تضمن ان هو هيوفرها لك بعد كده، او حتى فيما بعد لو في قطعه غيار مش عنده يعرف يطلبها لك هو من التوكيل ويجيبها لك لحد عندك بدل ما انت تتعب. انت كده كده هتجيبها من التوكيل ما فيش مشكله، بس انا قصدي بدل اللف وبتاع والكلام ده كله. تالت حاجه اللي انا شايفها السكوتر سعره مبالغ فيه الصراحه. في ناس وصلت دلوقتي ان هي بتبيعه ب 90,000 مش عارف ليه، مع ان انا شايف تسعيره اصلا اللي هو القديم انا كنت جايبه ب 80. فانا شايف ان تسعيره حتى 80 غالي، ممكن يبقى اقل من كده. بس هو طبعا زي يعني بقيه السكوترات كلها تقريبا في نفس الرينج دوت. فانا شايف برضو ان دوت من العيوب اللي موجوده، ممكن كان تسعيره يقل شويه 10 كمان ولا حاجه على الاقل. بس والنقطه اللي بعد كده هي طبعا صوته العالي. صوته العالي دوت اللي هو ملوش حل تقريبا، فدي هعتبرها من ضمن العيوب برضو اللي ملهاش حل. يعني في عيوب ليها حل وفي عيوب ملهاش حل للاسف. لو في حاجه انا نسيتها ممكن تقول لي وانا هعمل لك ريل او شورت كده سريع اشرح لك فيه الموضوع. يعني تعالوا بقى اوريكم دلوقتي الاوبشن بتاع الشاشه، ان انت توصل الايربودز بتاعتك بالشاشه مباشر بحيث ان هي ما تقرفكش في حوار السماعه ده. بص احنا كده هنجرب. هفتح الشاشه دلوقتي. انا للاسف نسيت الايربودز بتاعتي ما جبتهاش، فانا هشرح لكم الموضوع نظري وانتوا جربوا عادي وهتشتغل يعني معاكم ان شاء الله. طبعا عشان اللي يفتح الجي بي اس عندك هنا على الموبايل على الشاشه، قصدي الجي بي اس بتاع الموبايل لازم يكون الواي فاي مفتوح، لو انت قفلته مش هيفتح. طيب خلينا دلوقتي في السماعه. انت دلوقتي وصلت الموبايل بالشاشه خلاص، فانت دلوقتي لو اي حد رن عليك مش هيجيب لك صوت حتى لو انت موصل ايربودز بالموبايل. طيب انت تعمل ايه؟ هتعمل امبير للايربودز من موبايلك وهتدوس على العلامه دي. بص العلامه دي هتدوس عليها كده دوسه، هيفتح لك بتاعه البلوتوث دي. تمام؟ هتروح دايس على بتاعه البلوتوث اللي في النص، هيفتح لك دي هتعمل فيها ايه؟ هتفتح طبعا الايربودز بتاعتك تخليها جنب السكوتر وتعمل بحث. اول لما تبحث كده هيروح ظاهر لك اسم الايربودز هنا اللي هي في البلوتوث، مثلا لو كانت هواوي او اي ماركه تانية ماشي. وبعد ما تظهر هتدوس عليها دوسه واحده وتروح دايس على العلامه دي. بص هتلاحظ ان في علامه مقفوله وعلامه مفتوحه، ديت اللي هي زي امبير كده اللي هي مفتوحه دي، والمقفوله ان انت بتعمل لها بير. اوكي، فهتروح عامل دايس على العلامه ديت، هتشبك الايربودز بتاعتك بالشاشه على طول. بعد كده لما تجيلك وفي نفس الوقت وانت شابك الايربودز بالشاشه، انت موبايلك مربوط برده بالاندرويد اوتو او الابل كار بلاي على الشاشه، فانت ما عندكش مشكله. هيجي لك بقى سواء مكالمات، سواء انت مشغل مثلا اغاني او مشغل اي حاجه تانية، هتجي لك على السماعه مباشر.